في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن مع الأستاذ صلاح الدين المستاوي. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله مولانا العظيم. سورة القارعة من السور المكية، والقارعة هي الساعة والقيامة، وهي النهاية المرعبة والمفجعة لهذه الدار الفانية الدنيا التي جعل الله لها نهاية تنتهي إليها. والتعبير بالقارعة المفرقة والمفزعة في آيات كتاب الله العزيز جاءت في هذه السورة جاعلة من كلمة القارعة المنطلقة، الكلمة الأولى والمكررة أكثر من مرة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. تنبيه وتحذير فيه من التهويل، فيه من التخويف ما لا يخفى بيانه على أحد عاقل بصير. إنه استفهام يريد الله تبارك وتعالى أن ينبه إليه عباده المؤمنين، يزيد ذلك جلاء وأهمية. وهذا الأسلوب في القرآن معتاد. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة، أسلوب بليغ مؤثر في النفس، محرك للسواكن، دافع للتدبر والاعتبار وعدم الإخلاد إلى الدنيا والغفلة عن حقيقة أنها دار فانية وأنها إلى زوال مهما أقبلت وعبدت زينتها وبهارجها ومغرياتها، والتحذير من فناء الدنيا وزوالها وحتمية الرحيل، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ليس فيه أدنى مناقضة لدعوة الإسلام للمسلم كي لا ينسى نصيبه من الدنيا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمسلم الله تبارك وتعالى أعطاه من النعم في الدنيا ما لا حد له ولا حصر له. المسلم يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. وعمل المسلم لدنياه يمكن أن لا يكون على حساب آخرته، والمطلوب منه هو أن لا يغفل عما ينتظره من رحيل عن هذا العالم لا مفك منه. فإذا كان مؤديا لما فرض الله عليه، وإذا ما اجتنب ما يغضب الله مما حرمه على عباده، فإن دنياه عند ذلك لن تكون ضرة لآخرته، ستكون هذه الدنيا في يده ولن تكون متمكنة من قلبه، حاجبة له عما ينتظره مما لا محالة منه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. عندما تقوم الساعة في يوم أهواله لا يمكن وصفها، وإن كان القرآن صور بعض أحوال الناس في ذلك اليوم. إنه يوم تشيب له الولدان وتضع فيه ذوات الأحمال أحمالها وتذهل المرضعات عمن ترضع، فالناس
الذين يطغون ويتجبرون يصبحون عند قيام الساعة التي تأتي بغتة كالفراش المبثوث، وهو الطير الذي يتساقط في النار. الفراش المبثوث المتفرق المنتشر، إنه فراش الغوغاء الذي يركب بعضه البعض. تلك هي أحوال الناس عند قيام الساعة، تذهب أحوالها بعقولهم حتى يصبحوا كالفراش الذي لا يعقل، فيترامون على بعضهم البعض، لا وزن للناس ولا ثقل لهم في ذلك اليوم. وحتى الجبال الراسية العالية الثابتة التي لا تؤثر فيها الرياح والزوابع والمياه الجارفة، ومع ذلك فإن هذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، أي كالصوف. وهل هناك أخف من الصوف بعد أن يغسل؟ كذلك الجبال الراسية الشامخة تصبح لا وزن لها، فلا تثبت ولا تصمد أمام أهوال القيامة عندما تقوم الساعة. يقول جل من قائل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الموازين جمع ميزان، وهو ميزان الأعمال، فمن ثقلت كفة الحسنات في ميزان أعماله فهو في عيشة راضية. إنها عيشة الهناء التي تأتي لصاحبها الذي أحسن العمل في الدنيا، تأتي راضية مطيعة. إنها عيشة النعيم الذي استحقه صاحبه. وما أكثر ما تحدث القرآن الكريم وآياته البينات عن العيشة الراضية، فكل شيء في هذه العيشة الراضية متاح وفي المتناول، وبمجرد ما تشتهي النفس. أنفس أصحاب العيشة الراضية لأي شيء إلا ويجعله الله تبارك وتعالى قريبا منهم. قطوف الجنة دانية وعيونها يفجرها أصحاب من ثقلت موازينهم بالحسنات تفجيرا. إنها الجنة ونعيمها التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. وأما من خفت موازينه فهو في عيشة هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. من خفت موازينه من الحسنات ورجحت بها كفة السيئات فهؤلاء أمهم هاوية في جهنم، فهم يهوون إلى قعرها، يقبعون فيها على أم رؤوسهم، يتساقطون إثر بعضهم البعض. وما أدراك ما هي؟ ما أدراك ما نار جهنم. إنها الجحيم الذي لا يطاق ولا يحتمل، نار لا تشبه نار الدنيا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم أو من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، فإنها فضلت عليها ب69 جزء كلها مثل حرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن ثقلت موازينه فهم في عيشة راضية، وأن لا يجعلنا ممن خفت موازينهم فهم في الهاوية تلك النار الحامية. وقال الله من عذابها: إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن مع الأستاذ صلاح الدين المستاوي.